فهد الفقيه مررها التسديدة، الله يا له من هدف عالمي من العالمي. علي شفيق يسجل هدف عالمي، هدف مجنون. الخطورة قائمة، هدف ثاني لمنتخبنا. نعم، هدف ثاني لمنتخبنا. عبد الرحمن رمزي يضع الكرة في الشباك ويسجل أول أهداف الشخصية، ثاني أهداف منتخبنا. نقترب من الصدارة شيئا فشيئا. عبدو علي إلى بشير سلان، راحت الكرة، يلا يا عبدو، يلا يا عبدو، الله! عبدو علي يسجل الهدف الثالث. منتخبنا يتفوق بالثلاثة. ناشئون الأبطال، صغارنا الكبار، أشبال اليمن الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بطولة كأس العالم للناشئين تحت سن 17 سنة، المنتخب اليمني للناشئين يفوز على منتخب كمبوديا ب3-0، 3 أهداف نظيفة. الهدف الأول كان عن طريق اللاعب المتألق علي شفيق، أما الهدف الثاني فكان عن طريق اللاعب النجم عبد الرحمن رمزي، وكان الهدف الثالث طبعا في الدقيقة الأخيرة في آخر المباراة كان عن طريق اللاعب الفارس عبدو علي. وبذلك كان الفوز 3-0، وكان اللعب طبعا لصالح المنتخب اليمني للناشئين. كان هناك لعب، كان هناك ضغط، كان هناك هجوم، كان هناك قنص، كان هناك يعني استطاعوا أن يتحينوا الفرص ليسجلوا هذه الأهداف. وظهر المنتخب اليمني للناشئين بمظهر ممتاز جدا. نرجو الاستمرار ونتطلع إلى أهداف كثيرة وكثيرة لكي نحصد البطولة. ونريد أن نحصل على البطولة ليس فقط في إن احنا نحصل على قيادة أو إن احنا نتصدر المجموعة فقط، لا، بل نريد أيضا كأس للأخلاق، ونريد كأس أيضا لأجمل هدف، ونريد كأس أيضا لعدد الأهداف أو للهداف، ونريد يعني كأس أيضا لأفضل اللاعبين أخلاقا وأداء. نريد أن نحصل على كل الكؤوس ونحن أهل لهذا. مبروك للمنتخب اليمني للناشئين تحت سن 17 سنة، ومبروك للمنتخب وللمدرب ولليمن أجمع. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.